البنات موديل تاني هذايا بزاف شباب بون بيان سور موديل صغير تاع عراس. شوفوا هنايا اللوغو ديالو، نتمنى يلاقي اعجابكم. هذا تاني هذا البنات الموديل هذايا يبان شباب في الخلف ديالو، باسكو راه من الفوق لتحت كامل بهذه الطريقه، من بعد فيه العفون تماما معمره هكذا. دوك نسيي نحاول نصور لكم في الخلف ديالو تشوفوه مصور، سيرو نحطه لكم فوق الارض وتشوفوا. المهم هاوليك الموديل بزاف شباب ثاني تحفه تلبسيه يعني وانتيا تمشي بكل ثقه هبل. خمسة وخموس عليك ذيك اللبسه شحال تواتيك، خمسة وخموس عليك ذيك اللبسه شحال تواتيك، اسعدوا لي يديك وانا الغرام فناني، اسعدوا لي يديك وانا الغرام فناني. اهلا البنات، شلا تكونوا لاباس عليكم. نكملوا سلسله قنادر الاعراس. هنا بالنسبه للموديل نسبق ودرناه فقط هنايا المقاس الكبير. هنا كذلك عندي مترتين من القماش 20 سنتيمتر نحيتها للاكمام، وهذيك اللي بقى لي طويته على زوج ودرت تفصيل داخل في الخارج. جيت من الجهه المغلقه درت 30 سنتيم، ومن الجهه المفتوحه درت 31 سنتيم، ربطت بيناتهم بالطبشور وقصيت القماش ديالي بالطريقه هذه اللي راهي تبان لكم. من بعد واش ندير، نجيب الاجزاء ديالي وندير فيهم الفيزلين. الفيزلين ديروها على قيس الرقبه تاعكم تكون حاطه شويه باش عند السفاج تبقى لكم. بالنسبه لطريقه الفصاله، الجهه الاماميه والخلفيه كيف الاختلاف فقط راهو في فتحه الرقبه، يعني الخلفيه. هنا بالنسبه لعرض الكتفين درت لها 19 سنتيمتر، لانه هنايا الزبونه الاكتاف نتاعها راهم نورمال، فقط عندها منطقه الخصر اللي شويه عريضه. دونك واش درت 19 سنتيمتر عادي، هبطت لها ب 22 سنتيمتر ولا. من بعد هذاك دوره ولا محيط الصدر زدت له 8 سنتيم وقسمته على 4، هي هنا عندها 115، زدت لها 8 سنتيم وقسمتها على 4. من بعد تشكل عندي زاويه قائمه بين يعني مع الخط هذاك نتاع 22 سنتيمتر والخط نتاع محيط الصدر. نطلع من محيط الصدر في الخط هذاك تاع 22 سنتيم بزوج سنتيمتر هنايا باش كنعين حردة الابيض ما تجينيش عريانه لخاطر المونش كورباي هكذا. ونهبط كذلك 2 سنتيمتر اللي هي تعميل الكتف. من بعد ندخل بواحد سنتيمتر ونشكل حردة الابيض نتاعي. فوالا هنا البنات الا دائما تخافوا معليش تقدروا تزيدوا 2 سنتيمتر ولا 1 سنتيمتر احتياط برك على محيط الصدر. بالنسبه لفتحه الرقبه درت 10 سنتيمتر. من بعد نهبط نعتذر على صوتي نهبط ب 11 سنتيمتر. ندخل شوفوا من 11 سنتيمتر هذيك ندخل بزوج سنتيمتر بهذا الشكل. اما هنا بالنسبه لفتحه الرقبه هبط حتى ل 20 سنتيمتر، اللي تحبها مفتوحه بزاف تهبط حتى ل 22، اللي تحبها مسطوره تهبط ب 18 سنتيمتر هكذا. انا هنا هبط حوالي 20 21 هكذاك، مع التسفاج تولي لي 22 هكذا. من بعد شوفوا نجيب من 10 سنتيمتر ل2 سنتيمتر كي شغل نميلو الرقبه ديالنا. فوالا نديروها بخاص كيما قلب اللوزه. هاوليك الشكل كما يقولوا واضح، الشكل يهدر على روحه. انا لتحت زدت لها هذيك شويه كشغل في هكذايا، هبطت لها بواحد 2.5 سنتيمتر هكذاك باش تجي تعطيني هذاك الشكل نتاع الرقبه. ما حبيتهاش تجيني شويه دائريه، حبيتها تعطيني هذاك الشكل. من بعد كذلك هبط محيط الخصر هبط لها غير ب 18 سنتيمتر، 18 فقط، لانه المقاس تاعها ماهيش طويله بزاف. اما وحده طويله بزاف تحط حتى 22 سنتيمتر 23. من بعد درت لها هنايا محيط الخصر فقط. هنا محيط الخصر يا البنات راني خرجت على محيط الصدر. هي في التفصال دائما يكون الخصر داخل على الصدر، انا خرجت لها شويه لمحيط الصدر كما قلت لكم. هي محيط الخصر نتاعها اللي واسع
دونك انا تعمدت نزيد لها 2 سنتيمتر هذيك للاحتياط. يعني كي تكونوا تخيطوا نورمال تسنتريوها تجي فيها زياده خمي تجي فيها نقصان. انا الزبونه تاعي تحريج الجسم نتاعها، الصدر عندها محيط الصدر عادي وعندها شويه الكرش، دونك تعمدت نزيد لها 2 سنتيمتر هذيك. من بعد هنا ندير الفرق بين الحلمتين اللي هي 10 سنتيمتر، نمشي بها على كامل يعني المسافه ديالي. من بعد نقسم حدة الابط هنا باش نرسم لا ديكوب فرانسيز. هنا ما باليش لا تلحق لكم الهضره مع الفيديو سوا لخاطر برنامج المونتاج هذا شويه برك. هنا قسمت حدة الابط ونطلع بخط نتاع لابانس ولا طول لابانس اللي هي حوالي 12 سنتيمتر، وندير لابانس لا ديكوب فرانسيز العاديه. هنا شوفوا لكم تلاحظوا لحقت بالخط نتاع لا ديكوب فرانسيز حتى الخط الصدر، مي كي نرسم لا ديكوب فرانسيز رايحه يبقى لي الفيديو الفوق، يعني رايحه يبقى لي حوالي 3 سنتيمتر هكذاك. هنايا باش تعرفوا كيفاش ترسموها برك ما تجيش بومبي ما تجيش واقفه. هذا فيما يخص الجزء الامامي. ما على باليش الفيديو والله. هنا نديروا الرقبه الخلفيه. هنا شوفوا البنات الرقبه الخلفيه اللي تفتحوها حتى 24 سنتيمتر. اللي حبيتوها عريانه تحطوا حتى 28 سنتيمتر ولا تحطوا 26 سنتيمتر مع حق كيفاش توريكم 28 سنتيمتر. ولا حبيتوا تزيدوا تفتحوا حتى 30 سنتيم افتحوها، المهم تجي مفتوحه. من بعد واش ندير من 10 سنتيم هذيك نهبط ب 14 سنتيمتر. انا هنا غيرت لكم لون الطبشور باش تفرقوا بين الرقبه الاماميه والرقبه الخلفيه. الرقبه الخلفيه نهبط لها ب 14 سنتيمتر، ندخل ب 2 سنتيمتر كما في الرقبه الاماميه، وندير البلوزه ديالي. يعني نلحق القيس نتاع 26 سنتيمتر هذاك ونقوس هذاك شغل قلب صغير. يعني الفتحه تاع الرقبه الخلفيه درت 26 سنتيمتر. ولي بانس بالنسبه للجزء الخلفي هما لي بانس العاديين، يعني من ندير نستغناو على لا ديكوب فرانسيز نحطو بتنش عفوا. هنا نظن راني في الجهه الاماميه ما درتكمش البانسه كامله. البانسه درتكم غير لا ديكوب فرانسيز من الجهه العلويه، من الجهه السفليه كذلك نحطوا البنات ب 10 سنتيمتر في الجهه الاماميه فقط للتذكير. نحطوا ب 10 سنتيمتر، ندير 1 سنتيمتر منه 1.5 سنتيمتر منه ونرسموا البانسه تاعنا. انا من قوه مضريه ندير معكم لا ديكوب فرانسيز كاع في لي روب، دونك نسيت باش نذكر هذه المعلومه. مي قلت بلا كاش وحده اخرى دخلت جديده معنا لازم نعاود نذكرها ولا نذكرها في الفيديو. هذا في الجزء الامامي. هنا اما بالنسبه للجزء الخلفي قلت لكم يتعمد ندير طابشور مغاير باش تفهموا. نهبط بلاباس تاعي 12 سنتيمتر ونطلع ب 12 سنتيمتر، ندخل بواحد ونصف ونرسم البانسه بطريقه عاديه. يعني الجزء الخلفي ما فيش لا ديكوب فرانسيز، متواجده فقط في الجزء الامامي. هكذا كملنا التفصيل ديالنا. هنا بعد ما قصيت الرقبه اكيد ما تنساوش ديروا ميل الكتف. انا نظن ما رسمتوش معاكم ولا ما كانش واضح. وتديروا كذلك من الجزء السفلي تسقموا القماش ديالكم وتطلعوا بحوالي 5 سنتيمتر على حسب الايفازي تاعكم حتى 6 سنتيمتر. هنا راني نقصيت الرقبه الاماميه، يعني بقى لي نديرها غير التسفاج العادي. نروحوا نرسموا ولا نخدموا المونش ديالنا. هنا بالنسبه لامونشور ديالنا يا البنات رايحين نحتاجوا 4 قطع من نفس الموديل ولا من نفس الفصالان تاع المونش ديالنا لخاطر يجينا دوبلي. هنا المونش كوربي هنا شوفوا راني درت 13 سنتيمتر، اكيد راني طاويه قطعه القماش على زوج. هو الارتفاع درت 23 سنتيمتر، معناته درت 13 سنتيمتر على 23 سنتيمتر ونربط بين النقاط باش نشكل المونش كوربي تاعي. اللي ما تقدرش تشكل بيدها يمكن ليها تستعن بالمسطره بيروكي هذيك باش تخدم الشكل نتاعها سوا
هكذا. هنا شوفوا البنات نجي من الجهه وين كاين هذاك الانحناء، ما نجيش من الجهه المغلقه، الجهه وين كاين الانحناء نطلع ب5 سنتيمتر هكذا، نبقى نمشي بهذيك القيمه نتاع 5 سنتيمتر باش نعرف باش يجيني الخط سوا هكذا. من بعد نرسمه بالمسطره، ضروري جدا يكون الخط سوا مستقيم البنات. شوفوا هنا قبل ما نرسم الخط نجي من الجهه المغلقه ندخل ب5 سنتيمتر، دوك نرسم هكايا تفهموا لي. فوالا يعني نرسم الخط حتى لوين عيننا من الجهه المغلقه هذيك 5 سنتيمتر، من بعدها نرسمو لو في نتاعنا، في ولا مقروطه ولا واش حبيتو سميوه. المهم المونش نتاعنا ولا شكل المنقار هذا يتخدم بهذه الطريقه، ونخدم منه 4 قطع، خاطر ما حاش نخدم معكم بيان سور كامل 4 قطع. المهم هذه نفس الطريقه اللي حنكمل بها 4 قطع الاخرين. البنات اللي دخلوا جديد نقول لكم مرحبا بكم، اللي يقدم في القناه نقول لكم اهلا وسهلا بكم. نقول لكم ما تنساوش تفعلوا لي مع الفيديو، ما تنساوش تخلوا لي يعني اعجاب الفيديو، ما تنساوش تخلوا لي تعليق لبغى بنقطه فقط، معليش هكذا باش الفيديو يلحق الاكبر عدد من المشتركين والقناه ترجع لها الحيويه. صدقوني يا البنات راني شغل قلت لكم صبت باحباط القناه راهي تحبط، ما على باليش وعلاش. نتمنى يكون كاين دعم وتحفيز منكم هكذا. هنا كتبت لكم 4 بياس باسكو ما كنتش نهضر كي كنت نفيلمي. فوالا والقطع اللي يبقاو لنا اكيد رايحين نسفجوا بهم. انا هنايا رسمت بستيلو ولا بالطبش ولا باش حبيتو 1 سنتيمتر على الرقبه باش تجيكم كامل الخياطه متقونه. واللي ما تبغيش تكتب هكا بستيلو تخدم تخيط مباشره التسفاج ديالها. المهم لازم يكون التسفاج ولا كي تمشي مع الرقبه يكون متساوي هكذا. هنايا كذلك القطعه نتاع الكم ديالنا تحطوا يا البنات الوجه على الوجه الحقيقي على الوجه الحقيقي هكذا، وتخيطوا باش كي تقلبوه يعطي لكم الكم تاعكم فيه وجهين. شوفوا تخيطوه كامل وتخلوه فتحه صغيره تاع 6 ولا 7 سنتيمتر باش تقلبوا الكم ديالكم. فوالا هنايا هي لك البنات القندوره بدات تبان. هنايا درت لها تسفاج، لصقتها كذلك بالشريط اللاصق. البنات ملاحظه هنا ما درتش كفه للاخر للحردة الابط لانه لازم خيط احمر. انا كنت نخيط بالخيط الاسود، كان مازال ما جبتش خيط احمر. ثم اي لون تاع قماش درتوه ضروري جدا تبعوه بالخيط نتاعو باش تجيكم الخدمه نقيه وما تجيش منشقه كامل هكذا. هنا بالنسبه قلنا درنا لي بانس عملت لهم حديد. من بعد من الافضل انكم تعملوا حردة الابط قبل فوالا تثنيو حردة الابط قبل ما تبداو الخدمه ديالكم. انا عاودت لها ولا كيفاش يقولوا ثنيت ولا طويت حردة الابط، دونك درت لها بالخيط الاسود مي ابخي نعاود لها بالخيط الاحمر، خاطر الخيط هذاك الاسود راح ولا اي لون مخالف للقماش رايح كيفاش يقولوا ما يمدلكمش نظره مليحه للخياطه ديالكم. انا ما على باليش واش كنت نهضر صراحه. نرجع نذكركم نقول مرحبا بالمشاهدين ماشي المشاهدين القدام، ومرحبا كذلك بالجديد. ما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا كنت نقول لكم باللي كي نركب لا مونشور ابخي نعملوا كفه في حردة الابط هذيك، دونك الخياطه نتاع الخيط الاسود هذيك حتجيني كامل للداخل. هنا من بعد واش نديرو ما نزينوش وحنا مركبين الاكمام، نزينوا القندوره بلا تركب الاكمام. هنا بالنسبه للبنات كذلك لافونت انا مخيطه مي لافونت راح يكون طول تاعها 55 سنتيمتر، ومن الافضل كذلك تثنى ولا تخيط بالخيط الاحمر. كي نكمل الموديل رايحين تشوفوها هكذا. هنايا خيطها برك، يعني ضروري جدا يكون الالوان متناسقه كما نقولوا حنايا باش يجيكم كل الشباب. شريت كذلك لي بيير هادو مانيش عارفه شحال يديروا لي باكين، يكونوا يعني هذه النوعيه.
هادو كاين اللي يبيعهم 15 عفوا كاين اللي يبيعهم 100 دورو، كاين يعني 5 دينار، كاين اللي يبيعهم 1000 راك، كل واحد كيفاش يبيعهم. كاين كذلك هادو راكم شفتوهم فيما سبق، باكيه دير كاين اللي يبيعها 65 كاين اللي يبيعها 85، كل واحد كيفاش يبيعها. وكي تشروها بالحبات تلقى منكم غاليه اكثر. وكاين كذلك هادو لي بيغ اللي حبيتو تزيدوهم للتزيين فقط، انا مازال ما قررتش نديرهم، من بعد نشوف. دونك واش رايحه ندير، رايحه تجيبوا اللصقه ب 7000، دوكا نجيبها لكم كامل باش تشوفوا كيفاش نديروا التزيين هنايا. شوفوا واش راح ديروا، تجوا لهنا للنقطه الاولى نتاع الخس نتاعكم، والنقاط الاولى ديروا لهم مليح بهذه الطريقه. قال لكم ديروا شويه هنايا، ديروهم مليح، من بعد واش ديروا تحطوهم تضغطوا، تتوقفوا ما تلصقوا والو، تبقاو تضغطوا هنايا وتنسفوا عليها حتى تشد لكم شويه. كذلك انا حبيتو تعاودوا تثبتوا الخياطه بالخيط الاحمر، ثبتوها، انا هنا مانيش مثبتتها. من بعد واش تجوا ديروا، تحطوا الرسول تاعكم عفوا الباكيه تاعكم ماشي الرسول، باش تجيكم بك الخدمه سهله. ترفدوا بعد ما ينشف هذا، نقدر ما نبيش كيفاش راح نفيلمي باش تفهموا. راهي يبان نرفد هذا ونبدا ندير هكذا بشويه في البيغ هذوما، ونحط ونضغط. كي نشوفها نشفت نزيد نعاود نرفدها هكذا ونعاود ندير اشاك ما تنشف. بون البنات شوفوا هاوليك الموديل هنايا درت له تسفيد الرقبات عادي، من بعد حرجته برك. شوفوا ديجا بدا يطير. هنا لازم كي تحرجوا تلصقوا ويطيروا. كاين اللي ما يتنحاوش بيان سور، ها كيما هكا هاوليك ما يتنحاوش، مي كاين حبيبات زعما تعاودوا تثبتوهم، ومن الافضل كما قلت لكم تعاودوا الخدمه بالخيط باش تبقى ثابته. هذا الجزء نعتذر، هذا الجزء الامامي صدر، وهذا الجزء الخلفي القفه تاعها كما قلت لكم يجي شوفوا كيف هنا تعمر مي يهبط حتى لتحت حتى للجزء السفلي. انا هنايا مازال ما درتش لافونت، لذلك توقفت عند هذا الحد. كما قلت لكم مازال ما جبت الخيط الاحمر باش ندير خدمه متقونه، لازم لافونت ديالي تكون بالخيط الاحمر، مانيش حبتها بالخيط الاسود. ديجا هنايا درت بالخيط الاسود، هادو ما عادي يدخلوا تحت الربا كي نركبوا المونش، وهذه نغطيها بليست خاص. مي هنايا مانيش حابه ندير بالاسود، هنا يبقى لنا تركيب لي مونش فقط. كيفاش رايحين نركبوهم، شوفوا رايحين تحطوا هكذا الوجه، فوالا هي ديجا راهي وجه مع الوجه، راهم كيف تحطوا الوجه مع الوجه بهذه الطريقه. من بعد ترفدوا القرنيه هذه ولا الشوكه هذه تحطوها هنا تحت لا ديكو برانسيس ب1 سنتيمتر. من بعد هذا اللي يبقى يروح لكم هكذا في الكشكاشه. دوكا كي نركبهم ما تفهموا واش راني نقول. والموديل درناه في القناه من قبل، بالك دوك برك فيه عده تفاصيل ما درناهمش سابقا. فوالا البنات هاوليك الموديل كملناه، جا بزاف شباب. يا بنات والله هذا الموديل ما كاش اللي ما شافتوش كما يقولوا، وما طلبتش مني الموديل ولا ما طلبتش مني نعيط لها كيفاش يتخدم ولا ما طلباتوش. موديل بزاف شباب، نتمنى يلاقي اعجابكم، نتمنى طريقه الشرح تكون سهله ومبسطه. هذا كذلك بالنسبه للجهه الخلفيه. هنا فقط البنات انا اللي مازال ما كملتوش، لازم نعمرو مليح، مازال ما عمرتوش. نتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، ونتمنى يكون الشرح بسيط.